السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر أحمد عبد من قناة دروس عالمية أونلاين. إن شاء الله هنبدأ النهاردة مع بعض شرح وحل كتاب جيم للصف الثاني الإعدادي يونت 1 lessons 1 and 2. هنقرأ كل الكلمات ونتعرف على النطق الصحيح، هنتعرف على الفرق بين كل الكلمات اللي ممكن تعمل عندنا مشاكل، هنطبق تطبيق عملي من خلال حل الأسئلة علشان نثبت المعلومة. هنقرأ نصوص الريدنج ونصوص الليسننج وهنطبق عليهم بالأسئلة. هنتعرف على أسهل طريقة نحل بيها سؤال الديالوج وسؤال الباراجراف اللي معظمنا بيشتكي منهم. هسيب لكم في الوصف كل روابط السوشيال ميديا بتاعتنا من فيسبوك، واتساب، تليجرام. اعملوا متابعة ليهم علشان هيبقى عليهم مفاجآت جديدة السنة دي إن شاء الله للناس الجادة فقط، الناس اللي عاوزة تستفيد فعلا. بس ما تنساش تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناة، تفعل الجرس، وتدعي أصحابك هم كمان. ويا سلام كمان لو تشجعنا بتعليق جميل في الكومنتس، يبقى كتر ألف شيرك. نبدأ مع بعض. أول حاجة أهم كلمات. هقرأ كل كلمة مرتين. A block of flats. حاول تقرأ ورايا. A block of flats. chess chess. daily daily. interview interview. routine routine. sofa sofa. text text. كلمات إضافية. bakers bakers. خلي بالك كلمة بيكر اللي هو الخباز، لما ضفت لها أبوستروفي اس بقت المخبز. فمعظم المهن أو بعض المهن لما اضيف ليها ابوستروفي اس يبقى معناها المكان اللي بنعمل فيه المهنه او بنمارس فيه المهنه دي. بلوج بلوج. favorite favorite. flat flat. free time free time. hobby hobby. interest interest. prefer prefer. subject subject. topic topic. ناخد بعد كده تشيك بوينت. جايب له 4 كلمات وثلاث جمل، عايز نختار كل كلمة في المكان المناسب ليها. عشان تحل السؤال ده صح بنقرأ الكلمات ونفهم معناها، بعد كده نقرأ الأسئلة ونشوف الكلمة المناسبة في المكان المناسب. كلمة تشيس معناها شطرنج. انترست اهتمام. روتين اللي هو الروتين اليومي، الأعمال اليومية اللي بعملها كل يوم. انترفيو مقابلة شخصية. نمبر 1. It's a great أو it's great to see your not in reading growing. ده شيء عظيم إن أنا أرى إيه بالنسبة للقراءة بينمو يزداد. أكيد طبعا الاهتمام بتاعنا يبقى دي أول واحدة تبقى إيه؟ طبعا هتبقى رقم 1 interest. تمام. نمبر 2. Not is a game that people of all ages can enjoy. لعبة كل الأعمار ممكن يستمتعوا بيها. طبعا أكيد chess شطرنج. نمبر 3. My friends always do the same things at the weekends. They have a. أصدقائي دايما بيقوموا بنفس الأشياء في عطلة نهاية الأسبوع. They have a يبقى هم عندهم إيه؟ طبعا هنا روتين. تمام. ناخد بعد كده language expressions تعبيرات لغوية. يعني فيه فعل بيجي مع اسم أو صفة أو تعبير معين بيدي معنى معين، لو غيرت الفعل الأساسي ده بيتغير المعنى. كلمة دو عارفين إن معناها يفعل، لما أجيبها مع كلمة activities بقت يؤدي أنشطة. do exercises أو do sports يؤدي تمرين أو رياضة. do homework يؤدي الواجب المنزلي. make breakfast يعد الإفطار. make dinner يعد العشاء. take a bus يأخذ أتوبيس. have a routine لديه روتين أو نظام يومي. have coffee يتناول القهوة. have lunch يتناول الغداء. have fun يمرح. الاختصارات اللي دايما بتبقى جنب الكلمات، يعني لما اجيب لي حرف ال N بين قوسين معناها ان ديت noun يعني اسم. لو في معناها ان ديت verb يعني فعل. adjective صفة. adverb اللي هو ظرف أو حال. preposition اللي هو حرف الجر. conjunction اللي هي أحد الروابط. دي اختصارات مهمة لازم تاخد بالك منها وأنت بتحفظ الكلمات. أهم حروف الجر اللي عندنا النهاردة prepositions. أول حاجة at break. at the weekend. different to أو different from. for breakfast. help with يساعد فيه. in the holidays في العطلات أو الأجازات. on the right على اليمين. on holiday في أجازة. on the way to في الطريق إلى. share with يشارك معه. spend time on يقضي وقتا فيه. study hard for يذاكر بجد ليه. talk to يتكلم مع أو إلى. ناخد بعد كده تصريفات الأفعال الغير منتظمة. begin began begun. drink drank drunk. get up
got up got up. learn learned learned. وممكن اقول learned والاتنين صح. leave left. spend spent. نكمل بعد كده. words and opposites الكلمة عكسها. كلمة good for يعني مفيد لي، ما تقولش بقى جيد لي، لا هي good for مفيد لي. الأوبوزيت أو الأنتونيم عكسها bad for ضار بي. خلي بالك في حاجة اسمها good at يعني جيد فيه، وفي bad at سيء فيه، ديت حاجة تانية. late متأخر، طبعا الأوبوزيت أو الأنتونيم عكسها يعني مبكرا اللي هي early. same مماثل أو مشابه، عكسها different مختلف. start يبدأ، عكسها finish ينهي. ناخد بعد كده تشيك بوينت، جايب لي هنا 5 كلمات وجايب لي هنا 4 جمل، نفس ما عملنا في السؤال اللي فات. next holiday I'm going to. الأجازة اللي جاية أنا سوف أقوم بإيه؟ water activities like swimming, diving and fishing. طبعا هنا هقوم إيه؟ يبقى هنا do water activities، يقوم بإيه؟ ممارسة الأنشطة المائية، لأن activity بتاخد do. Number 2 I like playing with my friends break time. انا بحب العب مع اصدقائي، عايز اقول لك ايه؟ طبعا هنا في وقت اللي الفراغ او في الوقت الفسحه بتاعتي، يبقى هنا at. Number 3 not is the opposite of different. عكس كلمه different، طبعا different عكسها ايه؟ عكسها the same اللي هي مشابه، لان different معناها مختلف. Number 4 it's not easy to not a new language. It needs hard work. ليس من السهل انك طبعا ايه تتعلم لغة جديدة، لان ده بيحتاج جهد، يعني عمل ايه جاهد او تشتغل جاهدا يعني. بداية نمبر 4 هتبقى ايه؟ learn a new language. تمام. ناخد بعد كده language notes، ملاحظات لغوية على بعض الكلمات اللي ممكن تلخبط فيها. كلمة help to بيجي وراها مصدر، وممكن help يجي وراها مصدر فقط، يعني ممكن help to زائد المصدر او help مصدر فقط، او help with زائد الاسم. ركز في الأمثلة. I help my brother ممكن اقول do his homework او to do his homework، والاثنين صح. يبقى help لما يجي وراها مفعول اجيب مصدر او to المصدر. ممكن I help my mother with the housework، انا بساعد ماما في عمل الايه الاعمال المنزليه يعني. يبقى help with بيجي وراها اسم اللي هو homework، اللي هو الواجب او العمل المنزلي. نمبر 2 عارفين كلمة باي بتيجي قبل كل وسائل المواصلات، بس في هنا ايه شرط اللي هو ايه؟ عدم وجود أداة أو ضمير امام الوسيله، يبقى ده الشرط الوحيد. يعني ايه لما اقول لك I go to school by bus؟ شايف كلمه باي بس ما فيش حاجه بينهم الاثنين. We traveled to France by plane. by plane ما فيش حاجه بينهم. لكن لما اجيب بقى ديت بقى اللي قلت لك عليها الاداه او الضمير، او ان، ذا ماي هيز وهكذا، فطبعا مش هينفع اقول باي. هقول يا اما ان، فباكل الاداه هنا مره اهو جايه مرتين اهو. ممكن اقول ان وممكن اقول اون، والاثنين صح ما فيهمش مشكله. تمام. يبقى انا ممكن استخدم ايه؟ ممكن استخدم اون ان، وممكن استخدم اون الاثنين. واحده واحده معايا وركز. لما اقول لك ان بتيجي مع كار تاكسي كانو اللي هو الزورق الصغير. تستخدم إن أمام وسائل النقل التي نجلس بداخلها أثناء الحركة. يعني يقول لك my father goes to work in his car. لو ما جابش his كنت قلت باي كار على طول. they went to the club in a taxi. نفس الكلام، جاب فقلت in. يبقى تحس ان الوسائل ديت ايه؟ وسائل صغيره. لكن لو عندي بقى وسيله كبيره زي باص وترين وبلين، ده انا ممكن اقف جوه الايه الوسيله ديت، او اقف على ظهر الوسيله اثناء الحركه. يبقى هنا I go to school on the bus، جاب لي هنا on the لان جايب هنا ذا فقلت on. سالي enjoyed her journey on the train. سالي استمتعت بايه؟ برحلتها على القطار. تمام. بعد كده كلمة home لا يأتي قبلها حرف جر بمعنى إلى. يقول لك they get home late، ما ينفعش أقول they get to home، لا هي they get home على طول. he came home late برضه ما قالش came to home. he arrived home late برضه ما قالش arrived to home أو at home أو in home، لا. يبقى هنا كلمة home لا يأتي قبلها حرف جر. مع الأفعال إيه بقى؟ ممكن تركز كمان مع كلمة get came arrived. ناخد بقى كاتشيك بوينت، 4 أسئلة تشوز على النقاط اللي فاتت. نمبر 1 I always help my mom. انا دايما بساعد ماما. breakfast احنا قلنا help واجيب مفعول، ممكن اجيب to المصدر او مصدر فقط، يبقى هنا ايه؟ يبقى make breakfast. تمام. number 2 yesterday we went on the train to visit our grandparents. بالامس احنا رحنا ايه؟ يقول لك جاب لك train وسيله المواصلات وجاب لك قبلها اداه، يبقى هنا ذا، فمش ينفع اقول باش.
يبقى in أو on. والوسيلة دي الترين ديت وسيلة كبيرة ممكن أمشي فيها وأقف فيها، يبقى هنا على طول on the train. تمام. Number 3. My father not home late from work today. بابا لك عادة إلى المنزل متأخر من العمل اليوم. خلي بالك home لا يأتي قبلها حرف جر، يبقى went to غلط، arrive at غلط، came to غلط، يبقى هنا got home وصل إلى المنزل. Number 4. My uncle traveled to Hurghada. عمي سافر الغردقة. plane مفيش هنا أي أداة قبل كلمة plane، فبالتالي أقول إيه؟ باي. يبقى هنا باي بلين. ليه باي بلين؟ عشان مفيش ولا إيه، مفيش ولا ولا ذا ولا أي ضمير. بعد كده ناخد حاجة اسمها vocabulary builder. ده جزء بيساعدك إنك يبقى عندك كلمات كتيرة افهمه كويس، اللي هي الوردز والسينونيمز. كلمة good for مفيد لي، قلنا السينونيم أو المينينج بتاعها useful for مفيد لي. start يبدأ بتساوي begin يبدأ. في حاجة عندنا بقى اسمها السافكس، حروف لاحقة، والبريفكس حروف بادئة. ايه بقى السافكس؟ السافكس دي حروف بنضيفها في آخر كلمة، ممكن تحول الفعل إلى اسم أو تحول الفعل إلى صفة، وممكن يتغير معناها وممكن لا. يعني كلمة بيك يخبز، لما ضيف لها اي ار حولت الفعل اللي هو بيك إلى اسم فاعل، بقت بيكر خباز. differ يختلف، لما ضفت لها اي ان تي بحول الفعل إلى صفة، اللي هو كلمة differ بقت different مختلف. البريفكس اللي هي الحروف البادئة، عندك يو ان ديت بتعطي عكس المعنى. يعني كلمة important مهم أو هام، لما أقول unimportant غير هام. بعد كده في similar spelling و different meaning، يعني حروف مشابهة ومعاني مختلفة. لما أقول لك بلوج يعني مدونة طبعا، لكن بلوك مبنى. interview مقابلة، review مقال نقدي. طيب بعد كده ناخد حاجة اسمها، أو ناخد بقى الجزء الخاص ب reading و listening skills، مهارات القراءة والاستماع. اول نص عندي بيتكلم هنا على مريم. how does she get to school؟ ازاي بتروح المدرسه؟ تبدا الاول مريم تقول ايه؟ I am مريم، انا اسمي مريم. my daily routine is the same every school day. الروتين اليومي بتاعي هو نفس الروتين كل يوم مدرسي. I always get up at 6:30 in the morning. انا دايما بستيقظ الساعه 6 ونص في الصباح. my mom always makes my breakfast. ماما دايما بتعمل لي الفطار. I go to school by bus with my friend دينا. أنا بروح المدرسة بالأتوبيس مع صديقتي دينا. Sometimes we listen to music. أحيانا بنستمع للموسيقى. My parents work at the hospital. بابا وماما شغالين في المستشفى. They get home late. بيوصلوا متأخرين. So I often help to make dinner. عشان كده أنا بساعد في عمل العشاء. In the evening في المساء I do my homework. بقوم بعمل واجب. Read on the sofa. بقرأ أنا على الكنبة. watch TV. طبعا هنا أشاهد تلفاز. and text my friends. وراسل أصدقائي عن طريق رسائل نصية. then I go to bed. وبعد كده بذهب إلى النوم. نص تاني في نص المهم عندنا reading. my best friends family يعني أسرة أفضل أصدقائي. hi everyone. Today's interview is with my best friend شريفة. النهارده المقابلة الشخصية اللي عاملها مع أفضل صديقة عندي شريفة and her family وأسرتها. Here is a photo of us. دي صورة لينا. شريفة on the right، يعني شريفة is on the right. شريفة موجودة على اليمين في الصورة. بتسألها تقول لها إيه؟ How many people are in your family شريفة؟ كم عدد الناس اللي في صورتك يا شريفة؟ قالت there are 5 people. في 5 أشخاص. me أنا، mom dad and my 2 brothers واتنين إخواتي. When do you get up؟ بتصحي إمتى؟ تستيقظي إمتى؟ لا I usually get up at 6:30. بصحى الساعة 6 ونص. and help mom make breakfast. وساعد ماما في عمل الفطار. My brothers help too. كمان اخواتي الاولاد بيساعدوني. My dad starts work very early. بابا بيبدأ العمل مبكرا جدا. So he leaves home before we get up. عشان كده هو ايه؟ بيترك او بيغادر المنزل قبل احنا ما نستيقظ، لانه بيصحى بدري. That's why he doesn't have breakfast. ولهذا السبب هو بيتناولش الافطار with us معانا. He eats when he gets to work. بياكل لما يوصل العمل. I walk to school with my brothers. أنا بذهب إلى المدرسة ماشي مع أصدقائي، أو مع هنا إخواتي بقى brothers. Do you like to study؟ بتحب الدراسة أو المذاكرة؟ تلاقي yes I do. أيوة طبعا. My favorite subject is English. المادة المفضلة عندي إنجليزي. What do you do in the evening؟ طب بتعمل إيه في الصباح أو في المساء؟ هنا بقى evening. I listen to music every day. أنا بستمع الموسيقى كل يوم. My dad and my sometimes and I sometimes play chess. بابا وأنا أحيانا بنلعب شطرنج. My brothers always watch TV and my mom usually reads.
يعني اخوات الاولاد دائما بيشاهدوا التلفاز، وطبعا مامتي دايما ايه او عاده بتقرا. جدرنا دلوقتي مع حل اسئله على الجزء الخاص بكلمات. هنحل مع بعض تقريبا صفحتين، حوالي 15 14 29 جمله. طبعا عشان تستفيد اكبر استفاده ممكنه من الفيديو، وقف الفيديو، ذاكر الجزء اللي فات كويس جدا، حل الاسئله لوحدك، بعد كده شغل الفيديو تاني عشان تعرف اجابتك صح ولا غلط، وعشان تعرف السبب بتاع الحل. طمنا على مستواك واكتب لنا في التعليقات جبت لنا كام من 29 في كلمات الدرس الاول والثاني من الوحده الاولى لسنه تانية اعدادي. وكن على يقين ان تفاعلك معانا بيشجعنا عشان نستمر. ويا سلام كمان لو تعمل لايك للفيديو وتشجعنا كمان في تعليق وتدعي اصحابك كمان، يبقى كتر الف شيرك. نبدا مع اول نقطه. افترض انك دلوقتي وقفت الفيديو وحليت وهتبدا تحل معايا. نمبر 1. We live in a on the third floor of our building. احنا عايشين في ايه؟ On the third floor، في الطابق الثالث، في الدور الثالث في المبنى بتاعنا. يبقى هنا توبيك ولا تيب ولا فلات ولا بلوك؟ طبعا هتبقى فلات. فلات يعني ايه؟ يعني شقة. كلمة توبيك موضوع، تيب يعني نصيحة، بلوج للمدونة على الانترنت. نمبر 2. I had cheese with tomatoes. انا تناولت جبنة مع الطماطم. breakfast this morning. يبقى انا تناولت جبنه مع الطماطم على الفطار. يبقى هنا ايه؟ يبقى for breakfast. تمام. نمبر 3. My sister likes to write a where she shares stories and pictures of our family. اختي بتحب تكتب على ايه؟ لانها بتشارك القصص والصور بتاعت اسرتنا. يبقى هنا بلوج مدونه، روتين للاعمال اليوميه، بريك فسحه، ديلي يعني يوميا. طبعا هنا هتبقى بلوج مدونه بكتب عليها اللي بيحصل كل يوم. تمام. نمبر 4. Let's not exercises to stay healthy and strong. عايز له يلا يعني ايه؟ نعمل تمارين عشان نبقى بصحة جيدة وأقوياء. يبقى هنا let's ايه؟ let's text exercise. ما ينفعش text يعني يكتب رسالة نصية. prefer يفضل، make يصنع، do طبعا do بتيجي مع exercise. نمبر 5. We stopped by the to pick up some fresh bread. احنا توقفنا خلي بالك باي لما تيجي مع المكان يبقى معناها بجوار. توقفنا بجوار ايه؟ عشان بيك اب سام فريش بريد، عشان ايه؟ نجلب بعض الخبز الطازج. بعض الخبز يبقى على طول ايه؟ بيكرز، اللي هو ايه؟ هتقول يا مصر الخباز؟ لا، ده هنا مقصود بيها المخبز. احنا قلنا المهنه بعدها ابوستروف اس، يبقى ديت المكان بتاع المهنه اللي هو المخبز. نمبر 6. Can you help me my homework. هل ممكن تساعدني في عمل الواجب؟ يبقى can you help me جه وراها noun، يبقى هنا with my homework. تمام. لو جه مصدر كنت قلت to، او مصدر على طول من غير to. نمبر 7. Painting is mine what and I love using bright colors. التلوين هو ايه المفضل عندي؟ وانا دايما بحب يعني استخدم الوان ايه؟ برايت لامعه. to paint beautiful pictures عشان الون صور جميله. يبقى هنا ايه؟ يبقى painting is my hobby، تعتبر هوايتي المفضله. طبعا لو قلت هنا كلمه روتين اعمال يوميه، بلوج مدونه، انترفيو مقابله شخصيه مش هينفعهم. Number 8. Can we know at the park now? It's starting to get dark. الجو بدأ يظلم. يبقى it's starting to get dark. يبقى كان وي ايه؟ يبقى احنا هنعمل ايه في الحديقه؟ هنروح الحديقه؟ ده بيقول لك الجو بيظلم، يبقى هنغادر الحديقه. كان وي ليف. تمام. نمبر 9. We talked about many not when we met last time. احنا اتكلمنا يعني about many عن ايه؟ عديده لما احنا اتقابلنا اخر مره. يا ترى اتكلمنا عن interviews مقابلات شخصيه؟ مش منطقيه المعنى. flats شقق، topics مواضيع، blocks اللي هي العمارات السكنيه. يبقى هنا تبقى topics مواضيع. تمام. نمبر 10. Not is a fun game. ديت لعبه مرحه. To play with pieces on a board. لما تلعب مع بعض القطع على لوحة. يبقى دي لعبة ايه؟ يبقى هنا تشيس، شطرنج. نمبر 11. Eating vegetable is not for your body. تناول الخضروات يعتبر ايه بالنسبة لجسمك؟ and helps you grow strong. ويساعدك ايه؟ تنمو بقوة. يبقى اكيد ده مفيد ليا، يبقى good for. يبقى هنا مفيد لي. تمام. طبعا same يعني نفس الشيء. late متأخر، bad سيء. نمبر 12. I always study hard. أنا دايما بجتهد في المذاكرة. My exams. يبقى أنا بجتهد ليه؟ عشان امتحاناتي. Because I feel proud when I get high marks. لأني بشعر بالفخر والاعتزاز لما طبعا إيه؟ لما أحصل على درجات عالية. يبقى هنا I always study hard for my exams. تمام. Number 13.
every day كل يوم. I a routine of eating breakfast, getting dressed and going to school. كل يوم انا طبعا ايه، يعني عايز اقول لك بعمل روتين كده يومي، بتناول الافطار، ارتدي ملابسي، واذهب الى المدرسه. يبقى انت ايه عندك روتين يومي، يبقى I have انا عندي او لدي. Number 14. Ice cream is my not dessert. dessert يعني الحلو بعد الاكل. dessert وليس dessert، لان هنا في دبل اس، لان كلمه desert معناها صحراء. especially chocolate and vanilla. I like to أو I like it. يبقى هنا ice cream is my، يبقى هنا favorite dessert. طبعا أحلى حاجة بالشوكولاتة والفانيلا. Number 15. I see many houses my way to school. ولأن أنا شفت منازل كتيرة، يعني في طريقي إلى المدرسة، يبقى on my way to school. أمال يا مستر إن، خلي بالك on my way يعني أنا شفت الحاجة في طريقي وأنا معدي عليها، لكن in my way الحاجة دي أصبحت عائق وما خلتنيش أعرف أعدي. مثلا زي لو في لوري واقف في عرض الشارع، قفل الشارع ما حدش عارف يعدي. نكمل بعد كده. time to practice number 1. الصفحة التانية طبعا أسئلة امتحانات المحافظات بتاع السنة اللي فاتت. نمبر 1. انكل عمر lives in a، يعني ابو العم عمر عايش فين؟ هنا يقول لي of flats، يبقى اكيد block of flats يعني عمارة سكنية. نمبر 2. I go to school not I always go in the morning. انا بروح المدرسة، انا دايما بروح في الصباح، يبقى I go to school daily يعني يوميا، لاني بروح في الصباح كل يوم. Number 3. How do you like to not your time in the holidays؟ كيف تحب أن تقضي وقتك في الأجازة؟ يبقى how do you like to spend your time؟ تمام، spend يعني يقضي وقت. Number 4. سمير has an important not today for the new job. سمير عنده إيه مهم النهاردة للوظيفة الجديدة. بدل وظيفة جديدة يبقى على طول interview، مقابلة شخصية، لأن كلمة revision معناها مراجعة، view يعني منظر أو مشهد، classroom الفصل. Number 5. What do you do in your، ماذا تفعل في ايه؟ يا ترى الفري تايم وقت فراغك، فار تايم وقت بعيد، busy تايم وقت مشغول، لاست تايم اخر مره. لا، هتبقى فري تايم وقت الفراغ. نمبر 6. Do you not hot or cold drinks؟ هل انت طبعا عايز اقول لك ايه، يبقى انت بتفضل كذا او كذا، يبقى هنا do you prefer، هل تفضل. تمام. كلمه draw يرسم، تكس يرسل رساله نصيه، stay يعني يقيم مش هينفعه. Number 7. Your not is your usual way of doing something. الطريقة المعتادة بتاع عمل الأشياء هنسميها إيه؟ يبقى هنا your routine. تمام، اللي هو اللي الروتين اليومي بتاعك اللي بتقوم بيه. Number 8. This not is comfortable. It takes 4 people. إيه اللي يعتبر مريح؟ طبعا هو بياخد إيه حوالي 4 أشخاص. طبعا بنتكلم هنا على سوفا. تمام، سوفا اللي هي الايه الكنبه. كلمه تشير كرسي، كيرتن اللي هي الستاره، وكلمه درور ممكن الادراج مثلا بتاع التسريحه او كده. خزانه ذات ادراج زي ما بيقولوا اسمها درور اوف او تشيست اوف درور. نمبر 9. I my room with my sister. لينا ايه، انا عايز اقول لك انا واختي في الحجره واحده. there are two beds وفي سريرين، يبقى انا بشارك اختي في الحجره. يبقى هنا I share my room with my sister. Number 10. Mom is really tired today. I will help her dinner. هنا ماما عايز اقول لك يعني فعلا متعبة. I will help her، انا هساعدها في ايه، في اعداد العشاء مثلا. يبقى هنا I will help her، يبقى make dinner. تمام. Number 11. Can you not my mother for me؟ My phone is not working. التليفون بتاعي مش شغال، يبقى can you text، يبقى هل ممكن ترسل رسالة نصية لماما لأن التليفون مش شغال. تيست يختبر، exit يعني يخرج، taste يتذوق. Number 12. May has a great in music. مي عندها ايه، يعني عظيم في الموسيقى، يبقى has a great interest اهتمام كبير جدا بالموسيقى. لكن interesting ممتع او شيق، interested مهتم، interests اهتمامات. Number 13. My favorite not is English. طبعا هنا my favorite subject المادة المفضلة عندي انجليزي. كلمة sport رياضة، music موسيقى، singer مغني. Number 14. My father starts work very early in the morning, so he doesn't have with us. بابا بيبدأ العمل بتاعه بدري جدا في الصباح، عشان كده هو ايه doesn't have breakfast with us، ما بيتناولش معانا وجبة الإفطار لأنه بيروح العمل بدري.
بعد كده ناخد الجزء الخاص بالجرامر، هنتكلم على the present simple tense زمن المضارع البسيط، وخدناها قبل كده كتير. لما اقول مثلا I get up at 6 o'clock every day، انا بستيقظ الساعة السادسة كل يوم. معنى كده ان المضارع البسيط بيعبر عن عادات وحقائق، ما انا متعود ان استيقظ كل يوم. It's used to express habits and facts مثلا، يبقى habits عادات، facts حقائق. The sun rises from the east، ديت حقيقة، الشمس تشرق من الشرق. مفيش حد قال ان الشمس تشرق من الغرب، لان دي حقيقة، فبتكلم في المضارع البسيط. We go to the club at the weekends، احنا بنذهب الى النادي في عطلات نهاية الاسبوع، ديت عادة متكررة كل اسبوع. يوم الجمعة مثلا الاجازة بتاعتنا بنروح النادي. اطلع من الكلام ده ان المضارع البسيط بيتكون من ايه؟ هتلاحظ ان كلمه رايزز فيها اس والجمله ما فيهاش اس. يبقى خلاصه الكلام في تكوين المضارع البسيط، يا اما فعل فيه اس، يا اما فعل مصدر. يبقى فعل مصدر تكوين المضارع البسيط، او فعل فيه ايه اس. امتى ده وامتى ده يا مستر؟ المصدر مع يو وي زي او اي اسم جمع. طب والفعل اللي فيه اس، هي وشي وات او اي اسم مفرد، طبعا ممكن تبقى اس اي اس اي اي اس، مفيش مشكله. مثلا I play football at the club، أنا بلعب كرة قدم في النادي. You play chess online، أنت بتلعب شطرنج أونلاين. خلي بالك كلمة بلاي هنا ليه جت مصدر من غير أي إضافات؟ عشان I بتاخد مصدر ويو بتاخد مصدر في زمن المضارع البسيط. مثال تاني، أحمد بلايز تنس، أحمد بيلعب تنس. كلمة بلايز فيها اس ليه؟ برافو، لأن أحمد اسمه مفرد. The cat plays with the ball، القطة تلعب بالكرة. كلمة هنا كانت مفرد فحطيت اس للفعل. تمام. طب دلوقتي انا عرفت ايه؟ عرفت دلوقتي اللي هو الجملة المثبتة بتاعة المضارع البسيط. طب لو عايز اعرف الجملة المنفية اجيبها منفية ازاي؟ اول حاجة خلي بالك، احفظ اللي هقول لك عليه ده وخدناه قبل كده. لما تعوز تجيب جملة نفي في الماضي او في المضارع البسيط، قولها ازاي؟ فاعل don't زائد المصدر، فاعل doesn't زائد المصدر. كمان مرة، فاعل don't زائد المصدر، فاعل doesn't زائد المصدر. you we they او اي اسم جمع don't زائد المصدر. علي اند احنا كده اتنين. don't play football، يبقى انا وعلي ما بنلعبش كورة at the club. طب هنا كلمة بلاي مصدر لأن don't بيجي وراها مصدر. The students don't play، الطلاب ما بيلعبوش in the playground في الملعب. مثال تاني، he وشي وات أو اسم مفرد بنجيب بعدهم doesn't وفعل مصدر، يبقى don't و doesn't وراهم مصدر. مثلا نانسي doesn't play tennis، قال لي ليه هنا doesn't؟ لأن doesn't هنا تمام مفرد، نانسي هنا مفرد فجبت doesn't، وبعد doesn't جبت فعل إيه؟ برافو عليكم، جبت فعل مصدر. تمام. يبقى دايما يا جماعة don't و doesn't بيجي وراهم إيه؟ فعل مصدر. My brother doesn't play، اخويا ما بيلعبش او ما بيعزفش. هنا بقى كلمه بلاي يعزف هنا بقى، لان لما تيجي مع الالات الموسيقيه ذا بيانو معناها يعزف. طب لو انا عاوز اسال سؤال على المضارع البسيط، انا خدت الاثبات وخدت النفي. السؤال بتاع المضارع البسيط سهل جدا، هتلاقي عندك نوعين من الاسئله. النوع الاولاني بنقول عليه yes or no question. النوع الاولاني اسمه ايه؟ yes or no question، وده سهل جدا. ليه؟ هتلاقي السؤال عندك بادئ يا اما بدو يا اما بدز. هو ناس على فكره يكتب هنا دو، المفروض ان هوت يبقى في هنا ايه؟ يبقى في هنا دو. تمام. يبقى دو فاعل مصدر او داز فاعل مصدر. تاني، دو فاعل مصدر، داز فاعل مصدر. دو احنا قلنا بتيجي مع ايه؟ يو وي زي او اي اسم جمع، وداز هي وشي وات او اي اسم مفرد. يبقى انا عرفت النفي فاعل دومت زائد المصدر، فاعل دازنت زائد المصدر. لكن السؤال بتاع هل دو فاعل مصدر، داز فاعل مصدر. هنا بيقول لي بقى مثلا A بيكلم B، ميني دايلوج صغير كده. A بيقول للبي ايه؟ دو احمد اند سمير بلاي، هل احمد وسمير بيلعبوا فولي بول؟ قال له نو they don't. مثال تاني، does غادة بلاي تنس، هل غادة بتلعب تنس؟ yes she does. اسهل سؤال يا جماعه بتاع يس ونو. ليه؟ لانك بتسال بدو او does والجواب بيس او نو تروح عامل مقص. النوع التاني من الأسئلة اللي هو WH question، يعني إيه؟ يعني السؤال اللي بيبدأ بإيه؟ بأداة استفهام. تمام. طبعا أداة الاستفهام قلنا what where when who why how many how much، الحاجات دي كلها خدناها قبل كده. تمام. طيب هنا مثلا هبدأ نفس التكوين يا جماعة اللي فات بالظبط. ازاي يا مستر؟ يعني هو تكوين بتاع دو داز، ايوه، بس هزود ايه؟ كلمة استفهام او أداة استفهام. يبقى أداة استفهام دو فاعل مصدر، او أداة استفهام داز فاعل مصدر. وطبعا قلنا دو مع يو وي ذي او اسم جمع، وداز مع هي وشو ات او اسم مفرد. مثلا when do you play volleyball، يعني متى تلعب
كرة طايرة اللي هي ايه فولي بول. ممكن ارد عليه اقول له ايه؟ ممكن اقول له I play volleyball every week كل اسبوع. طب where does he play football؟ خلي بالك play مش plays. ممكن اجاوبه اقول ايه؟ he plays، حطيت اس في الاجابة، he plays football on Friday. ناخد بعد كده حاجه برضو لها علاقه بالمضارع البسيط اسمها adverbs of frequency. يعني ايه بقى مستر adverbs of frequency؟ معناها ظروف التكرار، ومن اسمها ظروف التكرار يعني بتعرفني مدى تكرار فعل ما. يبقى انا عايز اعرف عدد مرات تكرار الفعل فبستخدم ظروف التكرار. مثلا I always get up at 11 o'clock. انا دايما بستيقظ الساعه 11. يبقى انا كل يوم كل يوم بصحى الساعه 11. طبعا ما ينفعش اصحى 11، المفروض اصحى بدري عن كده عشان يبقى فيها نشاط في اليوم. سالي نيفر هاز كوفي فور بريكفاست. سالي عمرها ابدا ما تناولت القهوه على الفطار. طيب ظروف التكرار زي ايه؟ هتلاقي always مكتوب جنبها 100%، يعني بعمل حاجه كل يوم. طب يوجوالي بعملها بنسبه 70 80%، معناها عاده، يعني ممكن اعدي مثلا في الاسبوع يعدي مني مرتين. اوفن غالبا بعملها نسبه 60 ل 70% غالبا، يعني ممكن ايه 6 مرات او 5 او 4 مرات في الاسبوع، 5 او 4 في الاسبوع. sometimes احيانا يعني في النص 50%. نيفر ابدا 0%. طب ازاي بقى استخدم ظروف التكرار؟ ركز معايا. احنا عندنا طبعا اي وي يو زي او أي اسم جمع، اجيب ظرف التكرار واجيب مصدر الفعل. تمام. وممكن اقول هي شي ات او اسم مفرد واجيب ظرف تكرار واجيب فعل في اس او يس او اس. انت عارف هو يقصد هنا ايه؟ يقصد هنا ان ظرف التكرار ليس له علاقه باضافه الاس او عدم اضافه اس. امال هنا يا مستر ايه اللي خلاني اختار الاس؟ عامل لك سهم هنا اهوت. اللي خلاك تجيب اس هو ايه؟ هو الايه؟ الضمير اللي في الاول ده. يعني ايه؟ يعني اي وي يو زي بتاخد اسمه ايه؟ بتاخد فعل مصدر اصلا، فالظرف التكرار ما اثرش. ونفس الكلام هي وشويت بتاخد فعل في اس اصلا، وظرف التكرار مالش علاقه. يعني لما اجيب always usually often sometimes never ما لهمش علاقه بالاس خالص. مثلا he usually listens to music. طب انا اسالك سؤال بقى، الناس اللي مركزه معايا، كلمه listens مش فيها حرف اس؟ ايوه يا مستر. جبت اس ليه؟ طبعا الناس اللي مركزه عشان هي بتاخد فعل في اس. انا عاده بستمع الموسيقى في طريق المدرسه. my kids always go، جاب لي هنا go ليه من غير اس؟ لان يا مستر my kids اطفالي اسم جمع، جايب وراهم فعل مصدر. نقطه مهمه تانية قوي بتلخبطنا، مكان ظرف التكرار فين في الجملة؟ مكان ظرف التكرار ليه مكانين. يا إما أقول قبل الفعل الأساسي بعد فيرب تو بي كمان مرة، قبل الفعل الأساسي بعد فيرب تو بي كمان مرة، قبل الفعل الأساسي بعد فيرب تو بي. واحدة واحدة وركز معايا. بجيب الفاعل ام از ار اللي هو فيرب تو بي، اجيب ظرف تكرار واجيب بعده صفة. مثلا we are usually late، نحن نكون عادة متأخرين. منى is always clever، منى دائما ماهرة. يبقى خلي بالك، يبقى ظرف التكرار بيجي بعد ايه؟ ام از ار، ده يعتبر ايه مستر ايه؟ فيرب تو بي. امال في الجمله اللي فاتت هي يوجوالي listens، مش listen دي يعني يستمع؟ ايوه دي فعل اساسي، يبقى يوجوالي جت قبل الفعل الاساسي تاني. يبقى مكان ظرف التكرار فين يا جماعه؟ قبل الفعل الاساسي بعد فيرب تو بي. عند السؤال على ظروف التكرار بستخدم هاو اوفن. خلي بالك هاو اوفن كم عدد المرات. طبعا بجيب بعد هاو اوفن يا اما دو يا اما داز، واجيب مع دو اي يو وي زي، واجيب مصدر، او مع داز هي شو ات واجيب مصدر الفعل. مثلا ايه بيكلم بي بيقول له ايه؟ هاو often do نورا and ياسمين study science؟ كم مرة نورا وياسمين بيدرسوا او بيذاكروا العلوم؟ فرد عليه قال له ايه؟ they sometimes study science، هم احيانا بيذاكروا علوم. مثال تاني، A بيكلم B بيقول له how many أو how often does نادر walk to school؟ كم مرة نادر يعني بيمشي المدرسة؟ فطبعا قال له إيه؟ he always walks to school. ممكن أستخدم لما أجي أجاوب على how often كلمات تانية غير always usually و sometimes، اسمها once مرة واحدة، twice مرتين، three times 3 مرات. I visit my grandparents once a week، مرة في الأسبوع، برضه بسأل عليها ب how often. She cleans her bedroom أو the bedroom، هي بتنظف حجرة النوم twice a day مرتين في اليوم. جه دورنا دلوقتي مع حل أسئلة على الجزء الخاص بالجرامر. هنحل تقريبا حوالي 30 سؤال في صفحتين، أسئلة تشوز اختار، وأسئلة صح الكلمة اللي بين قوسين. يا ريت زي ما قلنا في الكلمات وقف الفيديو، ذاكر الجزء اللي فات كويس جدا بتاع الجرامر، بعد كده حل الأسئلة لوحدك
وبعد كده شغل الفيديو تاني عشان تعرف اجابتك صح ولا غلط، وعشان تعرف السبب بتاع الحل. وزي ما قلنا قبل كده، تفاعل معانا واكتب لنا في الكومنتس في التعليقات جبت كام من 30 في قواعد الدرس الاول والثاني من الوحده الاولى. وخلي بالك ان تفاعلك معانا بيشجعنا عشان نستمر. ويا سلام لو تعمل لايك للفيديو وتشجعنا في الكومنتس وتدعي اصحابك هم كمان، يبقى كتر الف شيرك. نبدا مع اول سؤال نمبر 1. on Saturday. بيقول لك هنا طبعا لما قال Saturdays فيها حرف اس، يعني كل يوم سبت. عمرو always up at 7. طبعا عمرو always يبقى عمرو بيستيقظ الساعة 7. نمبر 2. حمدي not drink coffee for breakfast. خلي بالك هنا drink coffee يعني بيشرب قهوة على الفطار، يبقى حمدي هنا ايه؟ حمدي doesn't. ليه يا مستر ما قلتش isn't؟ خلي بالك احنا قلنا في النفي، قلنا في النفي ايه؟ فاعل doesn't زائد المصدر، جاب لي هنا drink مصدر. دي اول نقطة. كمان is لو جبتها بجيب وراها اي ان جي فمش هتنفع. وطبعا has لو جبتها اجيب وراها تصريف ثالث زمن اسمه المضارع التام، هناخده لسه ان شاء الله. نمبر 3. Our school not at 3 o'clock every day. المدرسة بتاعتنا الساعة 3 كل يوم. طبعا كده بتخلص الساعة 3 كل يوم. المدرسة اسم مفرد أيوة، وديت عادة بتحصل كل يوم أيوة. يبقى هنا finished، يبقى هنا بتنهي أو بتنتهي من الإيه؟ من الدراسة يعني. نمبر 4. she not a sports car. خلي بالك she a sports car، يبقى هنا المشكلة عندي هنا بقى واحدة واحدة. شي أولا فاعل أو ضمير مفرد فبتاخد فعل في اس، فبالتالي هنا هتلاقي عندك أول واحدة هتبقى غلط. ليه؟ لأن جلب درايف بس، دي غلط. كمان هتلاقي الأخرانية لا الباقي كله في اس. تمام. هنا النقطة التانية بقى، بيقول لك هنا يا ترى بقى هتجيب ظرف التكرار قبل الفعل الاساسي ولا بعده؟ يا مستر انت قلت لنا جمله من شويه عامله زي الاغنيه كده بنحفظها، ظروف التكرار مكانها فين في الجمله؟ قبل الفعل الاساسي بعد فيرب تو بي. اذا على طول انت كده حلتها، يبقى قبل الفعل الاساسي يبقى هنا never drives، لان جاب لي هنا never بعد الفعل الاساسي وايفر اصلا مش هتنفع في المعنى. يبقى هنا never drives، يبقى نمبر 4 never drives. نمبر 5. A بيكلم بي، بيقول له how not do you watch TV؟ يعني كم مرة بتشاهد التلفاز؟ قال له twice. أول ما تلاقي كلمة twice أو كلمة once أو three times يبقى على طول how often. تمام، كم عدد المرات. نمبر 6. my sister not polite and clever. أختي هنا بولايت مهذبه وكليفر ماهره. نفس الفكره يا جماعه. هنا لما جاب لي كلمه بولايت ديت صفه، وكليفر بولايت يعني مؤدب وكليفر يعني ماهر صفه. مش هينفع اجيب داز. لو جبت داز بجيب ايه؟ لو جبت داز بجيب مصدر زي ما قلنا. داز فاعل مصدر زي ما قلنا، فالاثنين دول غلط. فاضل عندنا كده ايه بقى؟ A و B. طب هنا always is ولا is always؟ مش always دي ظرف من ظروف التكرار ايوه، مكانها فين بالنسبه للفيرب تو بي اللي هو ام وازوار؟ قلنا قبل الفعل الاساسي بعد فيرب تو بي، يبقى letter B is always. نمبر 7. they not football they prefer tennis. عايز اقول لك هم ايه؟ هم بيحبوا فوتبول، هم بيفضلوا تنس. يبقى هنا they ده ضمير جمع، فبجيب له ايه ضمير الجمع؟ بجيب له طبعا فعل مصدر لو كان مثبت، او don't زائد المصدر لو كان نفي، يبقى هنا don't like. تمام. طبعا they ما تجيش مع likes وما تجيش مع not like. نمبر 8. ايه بيكلم بي، بيقول هنا مريم listen to music. قال له yes she does. لما يجيب لي yes او no بعرف ان ده سؤال بتاع هل، فبشطب yes او no واعمل ايه؟ مقص. يبقى هنا هبدأ بكلمة does. تمام. نمبر 9. ايتن and وفاء always English stories in the evening. ايتن ووفاء دايما بيقرأوا قصص انجليزية في المساء. فانت بتقول دايما always يعني عادة مستمرة، اذا ديت كلمة is reading غلط. طب read ولا reads؟ طبعا هم اتنين جمع ما اقولش reads. طب reading عايزه قبلها مؤذوار، يبقى هنا تبقى letter C read. نمبر 10. I share my toys with my sister. I like doing that. انا بحب اعمل الشيء ده، يبقى انا دايما بعمله. يبقى هنا I always share my toys. بتشارك مع الالعاب بتاعتي مع اختي ونلعب مع بعض بيها يعني. السؤال الثاني هنا يقول لك complete the sentences with the correct form of the words in brackets. كلمة بين قوسين عايز نصححها بما يتناسب مع زمن الجملة. Number 1. My brother usually help me with my homework أو my schoolwork. كلمة help هنا خطأ لأنها مصدر، وماي brother مفرد، يبقى أقول إيه؟ My brother usually helps. Number 2. On Fridays كل يوم جمعة we not study we always spend the day out. يبقى احنا لا نذاكر. نحن ضمير جمع، يبقى اجيب له ايه؟ don't ولا doesn't؟ برافو عليك، وهجيب هنا don't. بعد كده study زي ما هي. تمام.
يبقى هنا don't study. Number 3. عمر not never is late for school. طبعا عمر يبقى هنا is. تمام. بعد كده كلمة ايه؟ never. Number 4. I always drinking milk for breakfast. أنا دايما بشرب لبن على الفطار. طبعا هنا I عايزة فعل مصدر يبقى هنا drink. تمام. Number 5. It doesn't not rains in summer. طبعا it اللي هي فاعل doesn't زائد المصدر. برافو عليكم، يبقى هنا rain. طبعا المصدر هو التصريف الأول للفعل بدون أي إضافات، مفيش ولا اس ولا اي دي ولا اي ان جي، الشكل الأول للفعل. بعد كده جايب لي how to form a question. هناخد الاول نراجع تكوين السؤال، وخدناه في الكورس اللي قلناه قبل كده في كورس صيفي، كان محاضره كده اتكلمنا عليها موجوده على القناه بتاعتنا. ارجع كده 7 8 فيديوهات هتلاقي محاضرات بتتكلم عن تكوين السؤال مناسبه لكم جدا جدا. عندنا في نوعين من الاسئله احنا قلناها حتى واحنا بنتكلم من شويه، yes or no question اللي هو السؤال اللي بيبدا بايه؟ بفعل مساعد، بسؤال بهل. قلنا بنجيب الفعل المساعد helping verb، نجيب فاعل ونجيب تكمله. الفعل المساعد ممكن يكون am is are was were، ممكن يبقى فيرب تو دو او does او did، ممكن يبقى فيرب تو هاف او هاز او هاد، ممكن يبقى فعل ناقص كان كود ويل وود شال شود ماي مايت ماست، دي كلها اسمها افعال مساعده. تمام. لو فيرب تو بي بجيب بعده الفاعل، اجيب بعده اسم، اجيب صفه، اجيب مصدر فعل في اي ان جي حسب الجمله. مثلا ايه بيكلم بي، ايه بيقول ايه is بسمة doing او is بسمة eating، هل بسمة بتتناول الطعام؟ فرد طبعا قال لها yes she is او no she isn't، يبقى هنا هل. ممكن اجيبها في الماضي اقول where they happy at the party، جه هنا صفه، المره فاتت اي ان جي هنا صفه. هل هم كانوا سعداء في الحفله؟ yes they are او no they aren't. verb to be ممكن يجي وراها الفاعل واجيب مصدر الفعل. ازاي؟ الجمله في زمن المضارع البسيط او الماضي البسيط اللي تحتوي على فعل مساعد، فبالتالي بجيب دو او داز في المضارع البسيط ونجيب ديد في الماضي. فاكرين لما كنا بنكون سؤال اقول لك لو الفعل فيه اس اجيب داز، لو مصدر في المضارع اجيب دو، لو ماضي اجيب ديد. مثلا does وليد work hard؟ yes he does او no he doesn't. do they like fish؟ yes they do او no they don't. did آية make؟ قال لك make مصدر اهو. lunch؟ yes she did او no she didn't. طيب النوع الثاني من الافعال اللي هو verb to have اللي هو الفعل يملك، هناخده زي ما قلنا في زمن المضارع التام، يجيب لك verb to have has او have او had، يجيب فعل، يجيب حاجه اسمها تصريف التالت. مش انت بتحفظ تصريفات افعال؟ اول مربع على الشمال ده المصدر، المربع الثاني ده التصريف التالت اللي هو الماضي البسيط، الثالث بقى اللي هو التصريف الثالث بيجي مع المضارع التام. مثلا have you got a bike؟ yes I have او no I haven't. has هنا معناها هل هي وكلمه have. Has Sally bought a car؟ Yes she has no she hasn't. had معناها هل كنت تفعل، يبقى had علي finished his homework؟ Yes he had أو no he hadn't. المودال verbs للأفعال الناقصة، ويقال إنها سميت أفعال ناقصة لأن ليس لها تصريف ثالث، أو ممكن نقول المعنى بتاعها بيبقى ناقص في الجملة. يقول لك هنا مثلا إيه؟ بنجيب المودال فيرب الفعل الناقص، نجيب بعدها الفاعل ونجيب تصريف، أو هنا اللي هو التصريف الأول للفعل هو مصدر الفعل يعني. مثلا will. طب يا مستر will معناها هل. will they study English tomorrow؟ هل سوف يقوموا بمذاكرة الإنجليزي غدا؟ yes they will أو no they won't. can he play the guitar؟ هل هو يستطيع أنه يعزف على الجيتار؟ كلمة play يعني يعزف. yes he can أو no he can't. ده السؤال اللي بدأ يا جماعة بفعل مساعد. أمال السؤال بقى بتاع أداة الاستفهام، نفس التكوين اللي فات بس بجيب قبل أداة الاستفهام. يبقى أداة استفهام فعل ناقص أو فعل مساعد، أجيب بعد كده الفاعل وأجيب تكملة السؤال. أداة الاستفهام أفكركم بيها: what ما أو ماذا غير العاقل، when متى للزمن، where أين المكان، who من العاقل، which أي أو أيهما تستخدم للتفضيل أو التخيير بين شيئين، why لماذا، whose ملك من أو لمن، how كيف، how many كم عدد، how much كم الثمن أو كم الكمية، how often كم مرة، how old كم العمر، how tall كم الطول، how high كم الارتفاع. بعد كده how heavy كم الوزن، how long كم المدة، how far كم البعد أو كم المسافة، how fast كم السرعة، how wide كم العرض والاتساع، how deep كم العمق، what kind منه. بعد كده هناخد الجملة ونجيب السؤال بتاعها. مثلا they will travel to Aswan next week. لو هسأل على next week مش ديت معناها الأسبوع القادم، ده زمن يبقى أقول when. رقم اتنين فعل مساعد will. تلاتة الفعل they أول الكلام، دايما الفعل أول الكلام. بعد كده travel to Aswan التكملة. مثال تاني: كريم is playing tennis. عايز أسأل على playing tennis، طبعا ده الفعل اللي بيقوم بيه، هشطبه واكتب مكانه what. طب بعد كده رقم اتنين في تكوين السؤال
رقم اتنين يا مستر فعل مساعد يبقى ايز، برافو. رقم ثلاثة الفاعل كريم، واجيب من عندي كلمة دوينج يفعل اللي هو الفعل الاساسي. طب ممكن اقول وات از كريم بلاينج، ممكن تنفع مش غلط. علا هاز جوت ا كار، علا تمتلك سيارة. هسأل بوات طبعا عشان اكار غير عاقل. بعد كده فعل مساعد هاز، الفاعل علا، والفعل الاساسي جوت. تمام. قدرنا دلوقتي مع حل اسئله على تكوين السؤال بالنوعين بتوعه. اول حاجه نمبر 1، طبعا زي ما قلنا قبل كده، وقف الفيديو ذاكر الجزء اللي فات، حل الاسئله لوحدك، بعد كده شغل الفيديو عشان تعرف اجابتك صح ولا غلط، وعشان تعرف السبب بتاع الحل. نمبر 1، when not Nijar's last birthday. خلي بالك when جايب هنا عايزك تساعد الفعل المساعد، بس هنا ما جابش فعل اساسي، مش هينفع اقول do او did. يبقى الفيصل يا جماعه لما تيجي تحتار بين do does و did، وبين was او were مثلا او am with و are لو من verb to be، اسأل نفسك سؤال: هل في فعل اساسي؟ لو في فعل اساسي هجيب دو او داز او ديد. ما فيش فعل اساسي، في صفة في اسم يبقى هنا، او في مكان يبقى على طول was. نمبر 2، you got او you go to the museum last week. طبعا هنا you go to the museum يبقى هنا ايه؟ did you go، where you go، are you go، do you go. طبعا جاب لي هنا فعل مصدر يبقى where خطأ و are خطأ. طب did، قال لي last، طبعا يبقى did صح لكن do غلط. تمام. نمبر 3، what do you do in your free time؟ ماذا ستفعل في وقت فراغك؟ طبعا هنا لو قلت what do you do ولا where do you do ولا هو ولا هو، طبعا what ماذا تفعل في وقت فراغك. نمبر 4، you always listen to music on your mobile. لما جاب لي هنا listen ده فعل مصدر، يبقى هنا are have ما تنفعش عشان عاوزه تصريف ثالث، وار ما تنفعش لان عاوزه صفه او اسم، فبالتالي يا does يا do. طب you بتاخد do، تمام، يبقى هنا do you always listen. نمبر 5، is this box how many، كم عدد، كم عدد هذا الصندوق. how heavy كم وزن، هنفصل كم سرعة، how far كم بعد أو كم المسافة. طبعا how heavy لازم يا جماعة تكونوا حافظين أدوات الاستفهام كويس جدا. نمبر 6، not I watch my favorite TV show. I watch جاب لي هنا watch فعل مصدر، يبقى كلمة am هتبقى خطأ، was هتبقى خطأ، فاضل have وفاضل كان. have لو جبتها أجيب تصريف ثالث، يبقى هنا can I watch، هل ممكن أشاهد البرنامج المفضل بتاعي. نمبر 7، is he not tennis. رد عليه قال له no he isn't. قال له هنا لا هو لا يفعل. بدل جاب لي is يبقى ما ينفعش اجيب plays فعل في اس، اجيب فعل في اي ان جي عشان يبقى مضارع مستمر. ام از ار فعل زائد اي ان جي فاكرينها، يبقى is he playing. نمبر 8، how go to work، كيف تذهب أو يذهب إلى العمل. how هنا أداة استفهام، عاوز بعدها فعل مساعد وعاوز فاعل عشان يبقى بعد كده فعل أساسي. يبقى فعل مساعد وفاعل، يبقى ديت غلط عشان جاب لي الأول الإيه الفاعل أو الضمير قبل الفعل المساعد، دي غلط. فاضل عندي اتنين، do they ولا are they. لما جاب لي فعل مصدر يبقى على طول do they. تمام. نمبر 9، taught you to ride a bike. من قام بتعليمك أن تركب الدراجة. طبعا وير أين ما تنفعش. كلمة وات ماذا علمك، وأنا بسأل على العاقل بوات لا بسأل بهو، يبقى who taught you من الذي علمك. نمبر 10، has your father not a computer. has جت لنا ها، has وهاف وهاد بيجي معاهم تصريف ثالث. getting غلط عشان ده اي ان جي، جيتس مضارع بسيط في اس، جيت مصدر يبقى هنا هتبقى good. تمام. يبقى هنا has your father good، هل يمتلك باباك a computer. بعد كده complete the sentence with the correct form of the words in brackets. Number 1، صح الكلمة اللي بين قوسين بما يتناسب مع الزمن. when do he usually arrive. مبدئيا do ما بيجيش مع هي، امال اجيب ايه؟ اجيب does. تمام. Number 2، why not be you laughing. طبعا be مقصود بيها verb to be يبقى am with war، يبقى هنا why are you laughing. لماذا تضحك، laugh يعني يضحك، الجي اتش منطقة اف. Number 3، did your sister went to the market last week. يبقى هنا did your sister ايه؟ did your sister go to the market yes last week. Number 4، A بيكلم B يقول له not does كريم come to school، قال له باي باص، جاب له وسيلة المواصلات، يبقى اسأل بكلمة ايه؟ اسأل بكلمة how، كيف تسأل عن المواصلات او الحال. Number 5، what was you doing all day yesterday. was ما تجيش مع you، امال ايه اللي بيجي مع you؟ بيجي كلمة where. تمام. بعد كده بيتكلم معايا على الجزء الخاص بالسكيلز، جاب لي هنا discussing daily routine، والنقطة دي بتفيدني في حل سؤال الدايلوج. جاب لي ازاي اسال وازاي اجاوب، يعني مثلا what time do you get up، صح امتى؟ قال له I always get up at 6 a.m. قلناها طبعا في نص reading. how do you get to school، كيف تذهب الى المدرسة. I usually get to school by bike، بروح بالدراجة.
Where do you live؟ أين تعيش؟ I live in Alexandria. Who do you live with؟ بتعيش مع مين؟ I live with my family. جه دورنا بقى مع speaking exercise، التطبيق العملي على مهارة التحدث. هنحل سؤال الدايلوج قدامنا. قلنا قبل كده، الناس اللي متابعينا قبل كده من السنين اللي فاتت، في 5 خطوات او 4 خطوات تحل بيهم سؤال الدايلوج، وان شاء الله هتبقى كويس فيه جدا زي ما الناس قالوا لنا في التعليقات قبل كده في السنين اللي فاتت. اول خطوه، بكتب خطوات تكوين السؤال على اليمين هنا: اداه استفهام، فعل مساعد، فاعل، فعل اساس، تكمله. طب دي هتفيدني في إيه يا مستر؟ في بعض النقاط هنا في الدايلوج اللي قدامك ممكن تستخدمها وانت بتكون سؤال. تمام. طب الخطوه الثانيه، اقرا الديالوج او عنوان الديالوج اللي فوق في الاول ده، اللي مكتوب بلون غامق كده، لون بولد. تمام كده، عشان اعرف الديالوج بيتكلم على ايه. الخطوه الثالثه، اقرا الديالوج بالكامل من غير ما احل ولا كلمه. طب الخطوه الرابعه، طب انا هقرا ديالوج بالكامل ليه؟ عشان اعرف التفاصيل بتاع الحوار اللي دار بينهم. طب الخطوه الرابعه، هقرا ديالوج كمان مره، هكون فهمته شويه وابدا احل سؤال واجابه. منى is asking ريهام about her daily routine. منى بتسال ريهام على الروتين اليومي بتاعها، بتقول لها ايه؟ Where do you live؟ أين تعيشي؟ فريهام قالت لها نقط. طبعا ممكن أكتب أي حاجة من دماغي لو ما أعرفش مكان معين. هو هنا حتى ما ذكرش مكان معين. تمام، فممكن أكتب أي حاجة بس تكون سهلة بالنسبة لي. ممكن أقول I live in جيزة، أنا عايشة في الجيزة. منى سألت سؤال، قلت لها I live with my family، أنا بعيش مع أسرتي. ركز معايا واحدة واحدة بقى عشان نطبق تكوين سؤال صح. اول حاجه انت هتسال على ايه؟ على ماي فاميلي اللي هي الاسره. تمام، يبقى ديت عاقل، فبشطب اللي انا بسال عليه. اوعى تنسى النقطه دي. واكتب اول خطوه عندي زي ما احنا كاتبين في الجنب كده اداه استفهام. هتبقى ايه؟ طبعا هتبقى هو. تمام. رقم اتنين، فعل مساعد. هل في ام از ار ووز وير هاز هاف هاد؟ مفيش الكلام ده. بس عندي ليف فعل اساسي مصدر في زمن المضارع البسيط، يبقى اجيب دو. رقم ثلاثة، الفاعل أول الكلام. تحول إلى يو. دايما الفعل يا جماعة أول الكلام. رقم 3 أو رقم 4، الفعل الأساسي اللي هو إيه؟ كلمة live. والتكملة اللي هي كلام اللي فاضل يعني هتبقى with. يبقى who do you live with؟ مع من تعيش. منى قالت لها do you usually have dinner with your family؟ هل أنت عادة بتتناول العشاء مع أسرتك؟ طبعا هنا ممكن اقول مفيش طبعا لو انت مكمل الديالوج مفيش حاجه تدل على الكلام ده. فعايز تقول يس، تقول نو براحتك، فبس المنطقي نقول يس اي دو. تمام. منى قالت لها هاو اوفن دو يو دو اكسرسايز؟ كم مره بتمارسي الالعاب الرياضيه؟ يعني مثلا ممكن نقول كل اسبوع، مره في الاسبوع، مرتين في الاسبوع. خلي بالك لما تيجي تجاوب انا بشطب ايه؟ بشطب اداه الاستفهام. تمام. واشطب الفعل المساعد دو. طبعا لو كان داز بحط الفعل في اس وانا بجاوب، بس طبعا ده دو فمش هحط حاجه. اليو تحول الى ايه؟ الى اي. طيب هنا اي ايه؟ اي دو. دو يعني يفعل هنا او يمارس اكسرسايز او اكسرسايزز. يبقى اي دو اكسرسايزز. ممكن اقول مثلا ايه؟ once a week. طبعا عشان احنا ورانا مذاكره ورانا حاجات كتير. عايز تقول توايس مفيش مشكله. منى بتسال ريهام بتقول لها اي لايك. ردت عليها قالت لها اي لايك تو جو تو باركس اون هوليداي. انا بحب طبعا اروح فين؟ اروح الحدائق في الاجازه. هسال مثلا على المكان اللي هو ايه؟ اللي هو كلمه باركس. طبعا المكان بشيله مع حرف الجر بتاعه. طب المكان هسال بكلمه ايه؟ اسال بكلمه وير. برافو عليكم، اين المكان. رقم اتنين، فعل مساعد. مفيش اي فعل مساعد، ولا ام ولا از ولا ار ولا هاز ولا هاف ولا هاد ولا ويل ولا كان ولا اي حاجه. بس لايك مصدر هجيب من عندي دو. تمام. الفاعل اول الكلام قلنا هتبقى يو. الفعل الاساسي لايك. بعد كده التكمله to go. يبقى هنا where do you like to go؟ فاضل عندي كلمة on holiday. يبقى هنا where do you like to go on holiday؟ ممكن أسأل على الايه اللي انت هتعمله في الأجازة، يعني what do you like to do on holiday؟ والاتنين صح مفيش مشكلة. بعد كده جايب لي هنا write it right، يعني اكتب بشكل صحيح. ديت برضو فقره او جزء بيدربني ازاي اكتب الباراجراف، وجايب لي الباراجراف في صوره نقاط بيتكلم على ديلي روتين. اقرا النقاط ديت واحده واحده كده، واقرا الموضوع المكتوب. بس شوف كده، هو كاتب اول حرف من جمله كابت، لاخر الجمله فيه فول ستوب، سايب مسافات، خط جميل ما بيشطبش، ما فيش حروف ناقصه، ما فيش سبيلنج غلط ولا جرامر غلط. اقرا الموضوع واكتب انت باسلوبك على مثلا يور سكول داي، اليوم المدرسي بتاعك، بتعمل فيه حاجات نفس الحاجات اللي بتعملها كل يوم. تمام كده، وراعي الحاجات اللي قلت لك عليها. بعد كده تيست يور سيلف، اختبر نفسك. جايب هنا طبعا ايه؟ على الدرس الاول والثاني مجموعه اسئله، منهم الليسننج الاستماع والديالوج والتشوز وتصحيح الخطا والباراجراف وكل حاجه. عشان بقى تحل السؤال ده صح اللي هو سؤال الاستماع. طبعا لو انتوا فاكرين وخدنا الكلام ده السنه اللي فاتت والناس ضمنت الدرجه 100% في الامتحان، بنعمل ايه؟ بقرا الاسئله اللي قدامي بالاختيارات بتاعتها. يا مستر الكلام ده قبل ما اسمع المستر بيقرا لي النص الليسننج ولا بعد؟ لا، قبل ما تسمع. ليه؟ انا بكون فكره عن الموضوع.
لما اسمع بقى الموضوع نفسه بيبقى عندي خلفيه عنه، فاقدر احل بسهوله جدا جدا. الموضوع او النص موجود في نهايه الكتاب، اتدرب عليه، اقرا الاول الاسئله والاختيارات، وخلي حد يقرا لك الايه النص ده، وابدا اختار، هتلاقي الموضوع بسيط جدا جدا. ننتهي بقى للسؤال بتاعنا، سؤال الديالوج. لسه حالين سؤال الديالوج من شويه، هنحل واحد كمان عشان نبقى اقوياء فيه. فاكرين الخطوات بتاع حل الديالوج؟ اه يا مستر، احنا مش هننساها ابدا، دي طريقه سهله جدا. ايه هي؟ اول حاجه بكتب على اليمين ايه؟ برافو عليكم، خطوات تكوين السؤال. النقطه الثانيه، بقرا العنوان بتاع الديالوج عشان اعرف الديالوج بيتكلم على ايه. الخطوه الثالثه، اقرا الديالوج بالكامل عشان اعرف التفاصيل بتاع الحوار ده. الخطوه الرابعه، اقراه كمان مره وابدا احل سؤال واجابه. زينب and Aisha are discussing their daily routines. زينب وعائشة بيناقشوا الروتين اليومي بتاعهم. فزينب بتقول ايه؟ Hi Aisha, what time do you usually get up in the morning? انت بتصحى كل يوم الساعة كام؟ طبعا هنا قالت لها I get up at 7 o'clock، انا بصحى الساعة 7. What about you? What about you يعني ايه؟ وماذا عنك يا زينب؟ فطبعا زينب قالت لها نقط I like to get up very early، انا بحب اصحى بدري جدا. فممكن تقول لها كام؟ ممكن تقول لها مثلا 6 ونص، فتقول لها ايه؟ I usually get up at 6:30 a.m. I like to get up very early. بعد كده عائشة بتقول لها how do you get to school؟ ازاي بتوصلي get to يعني يصل الى، بتوصلي المدرسة ازاي؟ فردت عليها رد معين، وقالت لها it's just a short walk from our house. بدل هو فترة قصيرة في المشي من المنزل بتاعي لحد المدرسة، يعني ما ينفعش اقول غير ان انا بروح مشي. يبقى ممكن تقول لها هنا ايه؟ ممكن تقول لها I get get to هنا معناها يصل الى I get to مثلا school. I get to school on foot. عيشة قالت لها oh that's nice، شيء لطيف، وسألتها سؤال. قالت لها I live in أفلا. أنا عاوز بقى أطبق خطوات تكوين السؤال اللي قلت لكم عليها. هي بتعيش في شقة، يبقى هنا أنا هشطب المكان، تمام كده، اللي هو إيه؟ أفلات. تمام، يبقى ده أول حاجة. وممكن أشطب كمان مع حرف الجر. كده فاضل عندي أبدأ أول خطوة أداة استفهام لإيه؟ لكلمة where. تمام، يبقى هنا where. رقم اتنين، فعل مساعد I live، مفيش ولا ام ولا از ولا ار، يبقى اجيب على طول ايه؟ do، عشان ده فعل مصدر. الفعل اول الكلام you، الفعل الاساسي live، يبقى where do you live. تمام. عيشة سألت بعد كده سؤال رابع، فزينب قالت لها I live with my parents and my little sister. أنا بعيش مع الوالدين بتوعي وأختي الصغيرة. يبقى هنا بتقول لها أنت بتعيشي مع مين؟ هتسأل على إيه؟ برافو عليك، هسأل على عاقل. دايما اتعود لما تيجي تسأل اشطب اللي أنت بتسأل عليه. يبقى هنا my parents and my little sister دول عاقل. تمام؟ هبدأ بكلمة إيه؟ هبدأ بكلمة هو. تمام، يبقى أول حاجة هو. رقم اتنين، فعل مساعد، ما فيش ولا ام ولا يوز ولا ار، لا بس في ليف مصدر، عرفناها بقى وفهمناها خالص. يبقى هو دو، الفعل اول الكلام يو، بعد كده ليف، يبقى هو دو يو ليف، بعد كده with. تمام، يبقى مع من تعيش. فطبعا زينب لما مراتها قالت لها بعيش مع بابا وماما واختي الصغيره، قالت لها وات اباوت يو؟ طب وانتي؟ يعني عايز تقول لها وانت ايه؟ انت بتعيشي مع مين؟ يعني اكيد بتعيش مع اسرتها، فتقول لها ايه؟ I live with my family مثلا، انا بعيش مع ايه؟ مع اسرتي. تمام. طبعا ممكن تقول كمان ايه؟ تو ايضا، انا كمان بعيش مع اسرتي. تمام، برافو عليكم. نحل بعد كده سؤال choose، اختار نمبر 1. on the weekends، في عطلات نهاية الاسبوع I go to the fun fair، بروح الملاهي with my cousins and we not a lot of fun. بروح مع اولاد عمي وايه؟ طبعا we have، بنمرح كتير. تمام. نمبر 2، yesterday I not time drawing a picture for my friend. بالامس انا تايم drawing a picture for my friend، يبقى انا ايه؟ خلي بالك تايم يبقى انا قضيت الوقت ده، يبقى I spent time، يبقى هنا letter A. نمبر 3، at break، في الفسحه I have some sandwiches and talk my friends. انا في الفسحه بتناول بعض الايه؟ سندوتشات. كلمه sandwiches مش ساندويتش، لا sandwiches. تمام. and talk، طبعا talk to يتحدث الى، بتحدث الى اصدقائي. نمبر 4، I used to get up late when I was young but now I get up. كنت معتاد ان استيقظ مبكر لما كنت صغير، لكن كنت معتاد استيقظ متاخر، سوري كلمه ليت، متاخر لما انا كنت صغير. لكن دلوقتي يبقى انت عايز تجيب عكس الكلام ده، يبقى I get up early، يبقى letter B. نمبر 5، we know the bus to get to the museum yesterday. يبقى هنا ايه؟ طبعا احنا بناخد الاتوبيس، يبقى we took the bus، اخذنا الاتوبيس عشان نوصل المتحف بالامس، يبقى we took the bus. Number 6، the color of your shirt is different. Mine
اللون بتاع التيشيرت بتاعك او القميص بتاعك الشيرت مختلف عني، يبقى اسمها different from. mine مختلف عن الايه القميص بتاعي. Number 7. The note of flats has many floors. اسمها ايه فاكرينها؟ block of flats، العمارة السكنية فيها ادوار كتير، واحنا بنعيش في الدور الخامس. Number 8. حبيبة likes numbers so much. حبيبة تحب الأرقام كتير جدا. She not gets high marks in the math exams. يبقى هنا she always gets high marks. هي بتحب الأرقام، يبقى هي دايما بتجيب درجات عالية في الايه امتحانات الرياضيات. Number 9. Does he know to music? Does he listen to music؟ هل هو يستمع إلى الموسيقى؟ does فاعل مصدر ما فيش اس ولا أي إضافات. Number 10. How will they know their garden grow faster؟ ازاي هم طبعا ايه how will they يبقى make their garden، كيف جعلوا الحديقة بتاعتهم تنمو أسرع. بعد كده سؤال كومبليت، صح الكلمة اللي بين قوسين بما يتناسب مع الزمن. he never come to school late. طبعا he بيجي معاها فعل في اس never، يبقى هنا ايه هي نيفر سوري هي نيفر ايه هتبقى comes. تمام يا مستر، طب كلمة نيفر ما لهاش علاقة بالاس؟ لا ما لهاش علاقة، انا جايب الاس عشان هي مفرد. My sister don't help in the kitchen. أختي ما بتساعدش في المطبخ، اسمها my sister doesn't، لأن my sister اللي هي she مفرد تاخد does. Number 3. We visit grandma's house on Sunday. احنا بنزور المنزل بتاع تيتا كل يوم حد، يبقى we visit فقط، لأن هنا we بتاخد فعل مصدر. A بيكلم B، قال له how always makes delicious food، قال له my mom. my mom ديت عاقل، يبقى مش how، تبقى ايه تبقى هو من للعاقل. بعد كده اكتب باراجراف من 90 كلمه عن ايه يور ديلي روتين، واتكلمنا عليه في الديالوج، واتكلمنا عليه في نص الريدنج، وفي الاسئله والاجابات بتاع السبيكنج، خدناها اكتر من مره. اكتب انت باسلوبك وراعي الحاجات اللي قلت عليها قبل كده. اول حرف من الجمله كابيتال، اخر الجمله فيه فول ستوب، سيب مسافه بين الكلمات، ما تشطبش، ما تغلطش في السبيلنج ولا الجرامر عشان ده بينقصك في الدرجات. احنا كده وصلنا لاخر حلقه النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات القادمه ان شاء الله. كان معكم مستر احمد العبد من قناه دروس عالميه اونلاين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.